من عجائب بركة حفظ القرآن أيها الإخوة ما ذكره أهل العلم من أن حافظ القرآن الذي يداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا ضياع العقل. وقد جاء في المستدرك للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني قال ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم تلا قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال ابن عباس: إلا الذين قرأوا القرآن. ولذلك يقول عبد الملك بن عمير رحمه الله: كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن. أبقى الناس عقولا قراء القرآن. ويقول الشعبي رحمه الله: من قرأ القرآن لم يخرف. ويقول محمد بن كعب: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 200 سنة. الله أكبر. اليوم لو تنظر في المدارس، انظر إلى حفاظ القرآن، هل تجد حافظا للقرآن فاشلا في دراسته؟ أنا ما رأيت أبدا، لأنه ما شاء الله تجد أن الذاكرة عنده قوية وحافظته قوية. حفظ القرآن أكثر من 600 صفحة، فما سواه بإذن الله يسير عليه. فالقرآن يفتق الذهن ويقوي الذاكرة. يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كما في أضواء البيان: قال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر، كبر السن. ويستروح لهذا المعنى من بعض التفسيرات في قوله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وقال أيضا رحمه الله: وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا الهذيان.